السلام عليكم. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الموضوع ديال هذا البودكاست هو الجانب النفساني ديال مرحله البكالوريا. بزاف ديال التلام تيتقاتلوا في مرحله الباك او العام ديال الباك باش ياخذوا ديك الشهاده بميزان مزيانه. المدرسه كتعلمك دروس ولا السوايع كيخدموا معاك تمارين باش انك تقدر دوز امتحان مزيان، ولكن للاسف ما تيخدموش معاك الجانب النفساني او الجانب المعنوي. داكشي علاش بزاف ديال التلاميذ كيتعرضوا لواحد ستريس وما كيعرفوش كيفاش يتعاملوا معاه. الهدف من هذا البودكاست هو اننا نهضروا على هذا الجانب المعنوي او الجانب النفساني اللي هو مهم وتحت ما كيهضر لك عليه، وكتولي انت ولا انت كتلميذ او تلميذه خاصك تجيريه منك لراسك. باش كنوصلوا للعام ديال الباك اللي كيتعتبر مرحله مهمه في الرحله ديالنا الدراسيه، كاينين بزاف ديال الصعوبات. مثلا المقرر طويل وكتير، كاين بعض المواد اللي ما كنفهموهمش بزاف اولا ما عندناش معاهم، ولكن هادشي كامل عنده حل واحد وما كايناش وصفه سحريه. هو خاصك تجلس للارض وتخدم كاع دوك المواد. وفاش كنقولوا انه خاصك تجلس للارض وتخدم، فهنا كنهضروا على work smart not hard، بمعنى خدم بذكاء وماشي بجهد. هذا صراحه موضوع اخر، ولكن حنا بغينا نهضروا على المشاكل اللي تيكونوا عند التلاميذ، وهاد المره متعلقه بالجانب النفساني. أول مشكل اللي خاص أي شخص في مرحلة البكالوريا يكون واعي بالأهمية ديالو هو الموضوع ديال الثقة بالنفس. كل ما خدمتي على الثقة براسك، كل ما نقصوا عليك بزاف ديال الصعوبات في الحياة. الثقة بالنفس ماشي شي حاجة اللي كنوصلوا لها بنفس الطريقة أو في مدة قصيرة. باختصار، الثقة بالنفس هي أنك تآمن بالقدرات ديالك والمواهب، وباللي انت أو انت قادر توصل بزاف ديال الحوايج بلا خوف وبلا شك. صراحة الموضوع ديال الثقة بالنفس خاصو حلقة بوحدو، لأنه فيه بزاف ما يتقال. المهم، أي تلميذ في مرحلة البكالوريا خاص يبدا يخدم على ثقته بنفسه، حيت تعاونو بزاف في هذه الفترة، وخصوصا فاش كيكون كيدوز الامتحان. ثاني مشكل اللي كيعانيو منه بزاف ديال التلاميذ هو العائلة أولا الوسط العائلي. والدينا أولا خوتنا للأسف ما تيعاونوناش في هذه الفترة هذه. وفاش كنقولوا المعاونة ماشي هي يخلصوا لك السوايع او يشريوا لك الكتب فقط. فهنا ما كنهضروش على الجانب المادي اللي حتى هو مهم، ولكن كنهضروا على الجانب النفساني. بزاف ديال الاباء او الامهات تيكونوا تيمارسوا واحد النوع من الضغط على ولادهم. مثلا تيبداو عليك: شوف ولد خالتك جاب 17، شوف ولد الجيران دار الطب، شوف خوك الكبير دار الهندسه. كيكون واحد النوع من المقارنات اللي كتهرسك وماشي كتحفزك. اولا مثلا كتلقى الوالدين باغيين تجيب الباك غير باش يبانوا بك قدام صحابهم والعائله. للاسف هادشي كاينو بزاف. انت ولا انتي كتكون تالف وما عارفش راسك كيفاش غادي دير تنجح، اولا مثلا راسم قدامك واحد المخطط وداير على راسك واحد الضغط باش تجيب واحد النقطه وتدخل واحد المدرسه معينه. ستريس حقيقه هو حاجه مزيانه، ولكن بالقياس. خاص التلاميذ يتعلموا كيفاش يتعاملوا معاه باش ما ياثرش عليهم نفسانيا ولا حتى صحيا. فالسؤال المطروح هنايا هو كيفاش نتعاملوا مع الستريس ديال الباك. يعني بزاف ديال الطرق باش نخففوا من حده ستريس مرحله الباك. اول حاجه، كاين واحد الامور اللي ولا بد منها في العام ديال الباك وفي حياتنا اون جينيرال، وما يمكنش تفرقهم على بعضياتهم، اللي هما النعاس في الوقت، الماكله الصحيه والرياضه. هاد الامور هي اساسيه ومثبته علميا، وهي اللي كتعاوننا نقادو الريتم ديال حياتنا وكتقلل لنا حتى من ستريس. النعاس ديال مدة 8 السوايع في الليل، الرياضة على الأقل 150 دقيقة في الأسبوع، والأكل الصحي، يعني نعطيو اتساع للماكلة الزنقة أو السقطة والسكريات حتى هما، وحتى القهوة لأنها كتطلع لنا هرمون الكورتيزول اللي هو هرمون ستريس. تاني حاجة هي تدور راسك بناس عندهم طاقة إيجابية وماشي ناس نكديين وهضرتهم كلها سلبية. علاش؟ لأنهم غادي يحولوا لك هاد الطاقة مع الوقت غتولي انت كتفكر بحالهم. فأحسن حاجة في مرحلة الباك هو أنك تدور راسك بناس ناشطين باغيين يخدموا وينجحوا وعندهم طاقة إيجابية، وأي شخص سلبي ما عندك ما دير بيه في الحياة. آخر حاجة هي خاص تبدل أي فكرة غلطة على دبلوم البكالوريا، حيت بزاف ديال الناس كيربطوا حياتهم بالباك وكيولي عندهم واحد الهوس.
خاص تعرف بلي الباك هو واحد الباسبور اللي كيمكنك انك دوز السيكل سوبيريور، ولكن في حالة الا ما نجحتيش فهاد الشيء راه ماشي شي مشكل، لانه انت الا عندك 17 18 19 ولا 20 عام مازال قدامك الحياة، مازال قدامك القرايه، ومازال قدامك كثير من الدبلومات. حاجه مهمه بزاف في مرحله الباك هي التوجيه. بزاف ديال التلامذ ما تيكونوش عارفين راسهم اش غيديروا بهاد الباك، بزاف فيهم داير الخاطر غير لوالديه، ولكن في الحقيقه ما عرفش شنو باغي يدير بهاد الباك. بغيت نقول لكم بلي هذه مساله طبيعيه، خصوصا فاش كيكون الانسان مازال صغير. حاليا انترنت فيه كل شيء، يكفي انك دير بحث على جوجل او على يوتيوب، غتلقى بزاف ديال الناس كيشرحوا مختلف المجالات كيفاش تقراهم، واش فيهم يدار ولا لا. وهنا انت ولا انت كتولي كتقلب على المجال اللي مناسب ليك واللي كتشوف راسك تقدر تكمل فيه، وكتولي عندك حتى نظره مستقبليه وهدف تخدم عليه في الفتره ديال الباك. وإلا جاب الله جا عندكم موجه في المدرسة، خاص ضروري تسولوه كاع الأسئلة اللي في بالكم والنقاط اللي ما واضحاش. فهنا حاولت نطرق لكم بزاف ديال النقاط اللي عندها علاقة بالبسيشيك ديال التلاميذ في الباك باش تكون عندكم فكرة. كنتمنى أي واحد فيكم يدوز هاد الفترة بخير وعلى خير، يعرف أنه الحياة ما فيهاش غير الباك، وأن كل شيء دايز وكاينين بزاف ديال الحوايج زوينين غنعيشوهم.